الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. وأهلا بكم متابعيني ومشاهديني الأعزين. وحشتوني 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 بجد، وحشتوني بقالي كتير أوي ما صورتش فيديوهات وعايشين بس على اللايفات. شكرا على كل اللي بيحضروني وعلى كل اللي بيسمعوني، وأهلا بكم معايا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة جايبه لكم فيه معلومة بمناسبة دخول المدارس، وطبعا كلنا وارد علينا ان اطفالنا بيجيلهم حشرات في شعرهم. طبعا وارد ان بنتك بيجيلها من اي حد معاه في الكلاس، او ابنك اي حد معاه في الفصل او في الكلاس، طبعا بنقولها كده او كده. وارد ان بتيجي حشرة بتضايقك وبتضايقنا ومبنبقاش عارفين نتخلص منها ازاي. ممكن الحشرة دي بتيجي في يومين كده بتلاقي عدوى حصلت كده للطفل، وخصوصا ان احنا في الصيف لسه والمدارس داخله في الصيف، وبيحصل موضوع العدوى ده في كام اسبوع كده بس تلاقي شعر بنتك او ابنك، وتلاقي بقى السبان والحشرات الصغيره دي. طب ايه اللي انا هيخلصني منها؟ موضوع بقى الليسيد بقى بتاع زمان والحاجات دي ما بيجيبش نتيجه. الليسيد مع اغلب شعر اطفالنا بيبقى فيه فروه كده مش بتجيب معاه نتيجه. طب انا جبت لك مكون حلو جدا وعن تجربه، عن ناس جربته وبيجيب معاهم نتيجه حلوه قوي. بس هتستخدميه ازاي؟ وكمان مش بيقضي على الحشرات بس اللي في الراس، ده كمان هيقضيلك على النمل في البيت. ولو عندك اطفال بتحبي، اطفال لسه بتمشي جديد، مفيش اي روايح عليهم، مفيش اي ريحه، مهما كانوا بيمشوا على الارض وهتبخي على الارض مش هيأثر عليهم في اي حاجه. ما تخافيش على نفسهم، ما تخافيش على ايديهم على جلدهم، ما تخافيش ان هو هيضر بقى اطفالك وهم صغيرين يستنشقوه مثلا لو لقيوه في حلق. ما تخافيش، بالعكس ده لما بيكون في بقع في الجلد ممكن بتحطيه عليه. بيبقى بتجيبي كده قطنه، قطنه عندك كده اهوت بتجيبيها وتروحي بلها ميه وعصراها، وتروحي واخده منها وتروحي بله كده اهوت من الازازه، وتروحي مثلا لو في بقع بتاعت حكه قديمه ولسه قاعده على جسم الاطفال عندك او جسم الكبار، بتعملي بيها هتشوفي قد ايه القطن دي هتطلع الجلد والخلايا الميته اللي كانت على الجسم من قبل كده. هتخلصك منها، بتستفيدي بيها على جلدك، بتستفيدي بيها على شعرك، بتستفيدي بيها انك بتقضي عليها الحشرات الزاحفه في بيتك. عارفه حتى لو صرصور، عارفه لو حتى نمل. بصي هو مكون واحد بتجيبيه من الصيدليه وانسي، بجد 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 حاجه خرافه. انا كنت جربتها قبل كده على راس بنتي كده، كنت رحت الصيدليه، انا ما عنديش بنات طبعا لسه ربنا ما رديش الحمد لله، بس جبتها كده على بنت معرفه وجربتها لها، قضيت لها فعلا. كنت رحت الصيدليه واحده كده معرفه، فرحت الصيدليه وجبت لها، كان حصل لها عدوى من الحضانه، ورحت جبت لها الموضوع ده. رحت الصيدليه وقلت لها انا عندي بنتي كذا كذا كذا، ورحت رايحه ما عنديش بنت بس قلت لها كده. فقالت لي دوت بتستخدميه بعد الشامبو، بتحطي منه مره واحده بس، هي مره واحده هتحطيه وانسي. هنعمله ازاي؟ طبعا على شعرك، هتجيبي شعر بنتك او ابنك، حاولي تغسليه مثلا نقول بشامبو مرتين كده ولا مره. يعني لو لقيتي اول مره في زيوت او في كريم اغسليه مره تاني، وخلي الميه تبقى سخنه كده، واعصري شعر بنتك او بابنك كده اهوت من الميه، وتخلصي من ان ما تلاقيش في اي دهون ماسكه اي حاجه. لو لقيتي اغسلي الاول بصابونه وبعد كده اغسلي بالشامبو بتاعك. يعني نضفي الشعر الاول وفروه الراس خالص بالمكون ده، هتخلصي على الامل والسبان من راس بنتك. مستحيل تشوفيه تاني ولا تقولي له يسيد ولا اي حاجه. حاجه كده، هي في مكونين اتنين بتجيبيهم من الصيدليه، بس هما في نوع مستورد ونوع مصري، والاتنين يعني الايام دي مش متوفرين قوي، بس هتلاقوه ان شاء الله في صيدليات. هتلاقوه يعني. انا ما لقيتش ده لقيت ده، بتلاقي ده هتلاقي ده ان شاء الله هتلاقي. هم بس ساحبينهم شويه من السوق عشان الناس بقت تستخدمه في النمل كتير، وموضوع النمل ده انا جايباه من مهندس. فاتمنى ان انت تعملي الموضوع ده وهتدعي لي ان شاء الله في النمل او في الحشرات. طبعا ما تيجي تستخدمين لشعر الحشرات زي ما قلت لك، اغسلي مثلا بالصابون الاول وبعد كده بالشامبو، وبعد كده بقى امسكي بقى ايه الازازه دي معايا، هتشتريها من الصيدليه. اسمها ايه؟ اسمها افرازين. في افرازين، هكتب لكم اسمهم في اول تعليق هتلاقوه ان شاء الله بعد الفيديو. في افرازين وفي اوكومارسترين، اسمها اوكروميثرين، سواء 2.5% اوكروميثرين ده او 5%، بتبقى مكتوب على الازازه كده. ده المصري اوكروميثرين. الازازه بتاعته والله كانت عندي كانت خلصت، المشكله ان انا رميت الورقه كنت جبتها لكم. وفي المستورد افرازين. عارفين الازازه ده اساسا كلها كانت بكام؟ كانت ب 17 جنيه، هي دلوقتي غليت شويه عشان انتوا عارفين الغلا.
واوكراميسين كلها كانت ب15 جنيه. اوكراميسين 2.5% او 5%. وافرازين دي بقى ايه، مش عارفه انتوا واضحه لكم جاي الاسم صح ولا جاي غلط؟ هيبان. بصوا انا هكتب لكم اسمها في اول تعليق ان شاء الله. ماشي. طبعا انا قلت لك في شعر بنتك بتاخديه وبتدهني بيه بعد ما تغسلي شعر بنتك او ابنك بالشامبو والصابون، وتشطفيه كويس، وبعد كده تروحي منشفاه كده نص تنشيفه بالفوطه، وتمسكي بقى ده تحطيه بقى على الشعر وتسيبيه حوالي 10 دقايق ربع ساعه. هتحسي ان في سخونه كده طالعه. ما تخافيش، انت بتعمليه على الشعر، ما تنزليش يعني على الفروه، مش هيعمل حاجه في الراس، ما تخافيش في فروه الراس، بس هيريحك جدا. هتبص تلاقي نفسك شلتي السبان والامن من اول مره. وجيبي مشط ضيق وسرحي الاول بالمشط الواسع، سلكي الشعر. هتحطي منه مفيش، انت دي الازازه دي ممكن تستخدميها على 4 5 مرات. شوفي انت هتستخدميها مره واحده هتخليها عندك متشاله. ابقاش اعملي منها للنمل، اعملها منها لاي حشرات عندك زي الدبان زي اي حاجه. انت بس هتاخدي منها مفيش، يعني على قد ما تدهني فروه الراس كده هتحسي ان الراس سخنت شويه، في سخونيه كده خفيفه. هي ربع ساعه، وبعد كده تروحي جايه غاسله الشعر بعد ما تكوني سلكتيه بالمشط الواسع، بعد كده المشط الضيق نزلتي بقى، هتبصي تلاقي حاجات نازله مش هتستوعبي اساسا وهتستغربي لو اي حشرات في شعر بنتك، حتى لو في قشره هتنزل مع الموضوع ده او ابنك. بس هو الموضوع ده اللي انا قلت لك عليه. نيجي بقى في النمل بقى هتعملي ازاي؟ وتغسلي شعر بنتك او بين ابنك بالشامبو بقى، خلاص بقى على كده ايه. وديني بقى اللي تدهني، انت مش هتشوفي اي حشرات تاني. بصي دي عن تجربه عن تجربه عن تجربه، ما بجيلكيش بمعلومه الا لما اكون جايه ومتاكده منها ومظبوطه معايا ازاي قبل ما اكون نزلتلك بيها. نيجي بقى للموضوع مين؟ النمل بقى عندك بقى نمل، عندك هاموش، عندك دبان، رش كده في الجو مطرح ما بيجي كده، ما تخافيش. شوفي النمل ماشي لحد فين وامشي وراه، شوفي بيخش منين، وتدي بختين كده. انسي انك هتلاقيه تاني في البيت، انسي المكان اللي دخل منه مش هيخش الا بقى لو شاف مكان تاني. هتروحي رايحه، بس ده امن، مفيش ريحه، مفيش اي استنشاق صعب على مناخيرك. الاطفال امن 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 امن، سواء الاوكروميثين او الافرازين. هتاخدي كده، بصي البخاخه انا مليها ميه لحد فين، انت هتمليها زي كده، وهتاخدي من دي مفيش، عشان انا حاطه فيها. بتاخدي كده مفيش، ربعها تلتها. ما تخافيش، مش هيجرى اي حاجه، مش هيجرى اي حاجه. هو بعد هتلاقيه له ده لون ابيض خفيف، وبعد كده بيرجع شفاف تاني. بس هتاخديه كده تصبي منه هنا كده، وخلصنا الموضوع على كده. ولا كاني ولا ماني. بتاخدي بقى بتبخي بختينك بقى كده، مفيش اي حاجه، بتبخي كده مفيش اي حاجه، خلاص الموضوع انتهى. زي ما انا قلت لك، تاخدي كده حرفها على فيش تلتها كده على بخاخه كبيره زي كده بس، وخلصنا على كده. وادعي لي بقى، بخي بقى في المكان اللي جالك منه نمل، شايفه فيه صرصار متلم عندك في تحت في المطبخ في اي حاجه، رشي ما تقلقيش. يعني شوفي انت هتستخدميه كم استخدام بمكون واحد بس. شوفي هتستخدمي كم استخدام، بجد جايلك بمعلومه هتدعي لي عليها بعد الفيديو ده. اتمنى بس منك تشتركي في القناه لو انت مش مشتركه، عشان يوصلك مني كل معلومه جديده وكل فيديو جديد. وشكرا لكل المتابعين اللي بيتابعوني على اللايفات، واقول لهم متشكره جدا، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.